السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي، معكم شوق فهد الحساني. اليوم سنتعلم تفسير سورة النصر. سورة النصر يا أصدقائي سورة مدنية، عدد آياتها 3 آيات، وسميت هذه السورة بسورة النصر لأن الله بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سينتصر على أعدائه، وسيفتح الله مكة، وسينتشر الإسلام بين الناس. وتتحدث هذه السورة عن إكرام الله النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، حيث انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية، وبهذا يكون النبي قد أتم مهمته التي أرسله الله من أجلها. هيا نستمع يا أصدقائي إلى سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هيا يا أصدقائي نفهم معاني الكلمات. نصر الله والفتح أي أنه تم فتح مكة وانتشر الإسلام بين قبائل العرب. أفواجا أي جماعات كثيرة. فسبح بحمد ربك أي سبح الله واشكره على النعم التي أنعم بها عليك. توابا أي غفور رحيم يتوب على أمته. والآن يا أصدقائي هيا نستمع إلى شرح السورة. إذا جاء نصر الله والفتح، جعل الله الكلام في هذه السورة موجها للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يبشره الله بفتح مكة وانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ودخول الناس في دين الله جماعات كثيرة. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعندها يجب على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يشكروا الله ويسبحوه ويسألوه المغفرة والرحمة إنه هو الغفور الرحيم. وكانت هذه تفسير سورة النصر. أتمنى أنكم استفدتم يا أصدقائي. إلى اللقاء.